واحد من أكبر زعماء العصابات في العالم، وكذلك تعتبر هو أول وأكبر بائع مخدرات في العالم. الاسم ديالو التشابو، واللي تنشأ عن طريق بابلو إسكوبار. وشكون اللي ما كيعرفش شكون هو بابلو؟ دخل للسجن 3 ديال المرات، هرب 2 مرات، والمرة الثالثة هي اللي تشد فيها سنة 2017. ولكن واخا تشد مازال الولد ديالو اللي الاسم ديالو غوزمار، اللي هو اللي داير دابا الروينه في المكسيك. حيت ملي تشد في الحبس العصابه اللي هو الزعيم ديالها ناضت كتقتل في الناس وكتهدد المكسيك بانها غادي تبقى تقتل في الناس حتى يخرج الزعيم ديالهم من الحبس، وإلا ما خرجش غادي يستمروا في القتل ديال الناس. اليوم غادي نهضروا على عائله التشابو. Tranquilo, aquí señor. Fuera, tranquilo. Listo. Anda, aquí tomamos. ¿Traes armas? قبل ما نبداو كيف العاده ما تنساش خلي معك واحد لايك واشترك في القناه الا كنتي مازال ما مشتركش، وفعل زر الاشعارات باش يوصلوك الفيديوهات ديالنا الجدادين، وان شاء الله غادي يبقاو يتحطوا هنا شي فيديوهات اللي هربانين ديال بصح. وفي هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نهضروا على التشابو وعلى الجرائم اللي دار وكيفاش هرب من السجن شحال من مره، وغادي ندوزو للولد ديالو اللي هو اللي داير حاليا الحاله في المكسيك ديال بصح. بسببه العصابات قالبين المكسيك ديال بصح وواقعين شي جرائم ديال القتل وشي حوايج اللي بحال اللي كتفرج في شي مسلسل. من بعد 20 سنه ديال المطارده واخيرا كتمكن الشرطه من انها تلقي القبض على بابلو إسكوبار. وقبل بابلو إسكوبار ما يفارق الحياه دار واحد الشبكه او خليه ديال تجار المخدرات والمجرمين، واللي كان الاغلبيه فيهم كيتمركزوا في الحدود ديال المكسيك. ومن هاد المجرمين هادو واخطرهم وابرزهم هو التشابو اللي غادي نهضروا عليه في هذا الفيديو هذا. الاسم ديالو الكامل خواغين غوزمار رويلا، والمعروف باتشابو. وهذا اللقب هذا كيعني القصير نسبة ليه هو، حيت هو قصير القامة. تزاد في 4 ابريل سنة 1957. تزاد في واحد المنطقة الاسم ديالها مزرعة لاتشونا، وكانت الحالة المادية ديالهم صعيبة شوية. وهذا الشيء اللي كان جا على اللسان ديالو كان قال بانه التاجئ العالم بيع المخدرات والعالم الاجرام بسبب انه عيا ما يحاول يقاد الحالة ديالو العائلية، وعيا ما يخدم ولكن ما قدش انه يقاد الحالة ديالو العائلية. هذا الشيء اللي خلاه يلتجئ العالم الاجرام والمخدرات. في الاول التشابو كان كيزرع المخدرات وكيبيعها بوحده، ومن بعد طورت الامور ولا كيدخل مع شي عصابات ولا كيكون شي عصابات حتى ولا كيتاجر بها بواحد الشكل اللي هو كبير وواسع ديال بصح. وكذلك ولا الاسم ديالو معروف ديال بصح في مجموعه من المناطق، بحيث انه ولاو عنده مجموعه من النفوذ. ورغم ان بابلو إسكوبار هو اللي نشأ هاد التشابو هذا، الا ان التشابو فات بابلو إسكوبار في النفوذ وفي الشهرة وفي الجرائم اللي دار فاتوا فيهم كاملين. وكيف ما كنعرفوا في اي مجال كيكونوا فيه المنافسين، وهذا الشيء اللي وقع لالتشابو. كان عنده واحد 2 ديال المنافسين اللي هما اخوين، الاسم ديالهم الاخوين ادريانو، واللي كانوا كينافسوا التشابو واحد التنافس اللي قوي ديال بصح في التجاره ديال المخدرات. وكانوا بجوج بهم كل واحد فيهم باغي يدير بلاصتو في المكسيك وباغي يكون هو اللي حاكمها تمايا. وكانت شحال من مره العصابات ديال التشابو كيوقع بيناتهم وبين العصابات ديال هاد الاخوين الشبكات بالسلاح اللي خطيره ديال بصح، اللي كتؤدي لقتل مجموعه من الناس وكذلك بما فيهم الشرطه. ومن بعد ما تطورت الامور بزاف عند التشابو وتعرف بزاف بالتجاره ديال المخدرات، دار واحد الشراكه مع واحد الصديق ديال بابلو إسكوبار. داروا شراكه باش يبقاو يبيعوا المخدرات بشكل كبير وباش يزيدوا يتعرفوا بزاف في العالم. وملي اتفق مع هاد العصابه هذه اللي قلت لكم هاد دابا، كانوا كيهربوا المخدرات عبر واحد الانفاق من المكسيك الى مدينه سانتياغو بولايه كاليفورنيا الامريكيه. ومن بعد واحد الفتره طويله في تجاره المخدرات، وبالضبط في سنه 1993 الشرطه المكسيكيه كتلقي القبض على التشابو بتهمه القتل وكذلك تجاره في المخدرات.
وملي دخلوه للحبس بقى تما تقريبا شي 8 ديال السنوات. وبالضبط في سنه 2001 التشابو كيتمكن يهرب من السجن بمساعده العصابات اللي كان معاه. وملي خرج من السجن خرج بقوه، وولا هو الزعيم ديال مجموعه من العصابات، ودار مجموعه من الجرائم ديال القتل، وباع واحد الكميات كبيره ديال المخدرات. وفي سنه 2014 كيتم عاوتاني القبض على التشابو للمره الثانيه، واللي كان وصل في ذاك الوقت انه ولا الزعيم ديال المكسيك والزعيم ديال امريكا اللاتينيه كلها في تجاره المخدرات. يعني كان شخص ولا شخص خطير ديال بصح. وملي شدته الشرطه دخلوه لواحد السجن انفرادي، بالاضافه لانهم داروه في سجن انفرادي داروا له واحد كاميرات المراقبه داخل السجن حاضيه المناطق كامله اللي هو كيكون فيها، من غير المنطقه ديال الحمام هي اللي ما شدهاش الكاميرا. وكانوا حاضيينه مزيان ديال بصح، حيت عارفينه راه يقدر يهرب وتقدر العصابه ديالو تهرب. ولكن في 13 يونيو سنه 2015 الناس اللي خدامين في الحبس وكل شيء كيتصدم، حيت ما لقاوش التشابو في الزنزانه ديالو. هرب ليهم مره واحده اخرى رغم انهم كانوا حاضينه مزيان ديال بصح. ومن بعد ما دخلوا للزنزانه باش يشوفوا كي دار هرب، اكتشفوا بانه البلاصه اللي ما كانتش شدها الكاميرا اللي هي المرحاض، اكتشفوا بان حافر واحد النفق اللي كبير تحت الارض، بعيد بعشرات المليمترات تحت الارض، وكيتصل بواحد النفق اللي هو طويل. وملي مشاو تبعوا داك النفق شافوا فين كيدي، لقاوه بانه كيدي لواحد المنزل خارج السجن اللي كانت شراته العصابه ديال التشاباو باش يهربوه منه. ومن بعد التشاباو كيخرج عاوتاني من الحبس وكيعاود يرجع للجرائم اللي كان كيدير، وكيعاود يتاجر في المخدرات مره واحده اخرى. ولكن في سنه 2017 الشرطه تبعت واحد المكالمه هاتفيه ديال واحد الشخص خدام مع التشاباو، وتما عرفوا فين التشاباو مخبع، ومشاو عنده ولقاو القبض عليه للمره الثالثه. ولكن هاد المره التشابو ما غاديش يقدر يهرب من السجن، حيت شدات المكسيك التشابو وعطاتو لامريكا، قالت ليها هاكي هذا ما بقيناش قادين عليه، حبسيه انت عندك ودخل لواحد السجن من اخطر السجون اللي كاينين في امريكا، هو اللي مازال فيه هو لحد الان. ولكن واخا دخل للسجن مازالين العصابات ديالو كيقوموا بشحال ديال الحوايج، مازال كيتاجروا في المخدرات، كيقتلوا الناس، كيخطفوا الناس، كيديروا اللي بغاو. بالاضافه لان خلى الولد ديالو، والولد ديالو اللي ماشي ساهل، اللي خطير ديال بصح، الاسم ديالو اوفيديو غوزمان المعروف بالراتشون، وكيتعتبر زعيم واحده من اكبر العصابات في العالم. وكذلك حتى هو كيتاجر في المخدرات وبكميات اللي كبيره ديال بصح. يعني القصه ديال التشابو مازال ما سالاتش، ودازو عاوتاني لولده. ومن بعد ما التشابو دخل الحبس، الولد ديالو كمل التجاره في المخدرات وكمل الخطى ديال الوالد ديالو. في سنه 2019 كيتم القبض على الابن ديال التشابو وكيدخلوه للسجن. ولكن العصابه اللي كان هو اللي متزعمها، وقلت لكم في الاول انها واحده من اخطر العصابات في العالم، شنو دارت؟ ناضت كتخرب في المكسيك وقتلت الناس وسرقت الناس وخطفت الناس، نوضات الرعب في المكسيك، حيت هاد العصابه هذه خطيره ديال بصح، لدرجه ان الرئيس ديال المكسيك خرج بواحد البلاغ وقال للعصابه ديال غوزمان، قال لهم الا بغيتوا نطلقوا غوزمان غادي تردوا لنا الناس اللي اختطفتوهم. رئيس ديال دوله باكملها خاف من هاد العصابه هذه اللي الزعيم ديالها هو غوزمان. وبطبيعه الحال العصابه ردات الناس اللي اختفاتهم، وغوزمان كيتم طلق السراح ديالو. ومن تما وغوزمان كيدير اللي بغا في المكسيك، حيت عارف بانه عنده واحد العصابه موراه اللي تقد تخرجوا من السجن وقت ما دخل. وهنا كاينوض الصراع بين المكسيك وامريكا. امريكا كتقول للمكسيك بانك انت ما قديتيش حتى توقفي عصابه في الدوله ديالك، والمكسيك بطبيعه الحال ما عجبهاش الحال، وقالت للامريكان انا غادي نشد هاد غوزمان هذا. وبقى بيناتهم صراع شكون فيهم اللي غادي يقبض غوزمان، واش المكسيك او امريكا، لدرجه ان امريكا خرجت واحد الجائزه بقيمه 5 مليون دولار، اللي جاب ولو معلومه واحده على غوزمان غادي يربح 5 مليون دولار. ولكن قبل ايام خرج واحد الخبر اللي كلكم سمعتوه واللي بسببه نايض الروينه في المكسيك، وهو الخبر ديال اعتقال
غوزمان، واللي تعتقل من طرف الشرطة الأمريكية. وملي سمعت العصابة بأن غوزمان تعتقل، العصابة كلها خرجت للشارع كيف ما كتشوفوا، وبقات تهرس وتقتل وتخطف الناس، لدرجة أنه فقط بعد 48 ساعة من الاختفاء ديالو، أو بعد 48 ساعة من دخوله للسجن، تقتلوا تقريبا أكثر من 300 واحد في المكسيك. ومازال لحد الآن العصابة مازال كتقتل في الناس ودايره حالة في المكسيك، وانا متأكد انهم ما غاديش يسكتوا حتى يطلق السراح ديال غوزمان، حيت ملي تشد الوالد ديالو بقى لهم غير الولد ديالو اللي هو دابا شدوه، والعصابة ما غاديش تسكت لهذا الشيء نهائيا. صراحة شي حاجة اللي غريبة ديال بصح، دولة كاملها ما قداتش انها تشد شخص واحد هو والعصابة ديالو على هذا الشيء اللي كيدير. وهنا غادي يكون سال الفيديو ديالنا لهذا النهار. الى تطورت القضيه وإلا وقعت شي حاجه اخرى في هذه القضيه هذه، فان شاء الله غادي ندير لكم شي فيديو اخر ونقول لكم شنو كاين. غير هو نتوما اللي عليكم ما تنساوش تخليو معكم واحد لايك وابوني وكليكيو على داك الجرس باش فين نملح شي فيديو ان شاء الله يوصلكم نتوما الاولى. تهلا.